بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي ينتصر على الداخليه برباعيه مقابل هدف، ومن مكاني هذا بحب اشكر الحاج عمرو حسين على ترتيبه للمباريات واهتمامه الزائد بالنادي الاهلي. ما أصل انت بتقفش، احنا بنرشيك كل سنه عشان احنا نادي جامد فبنرشيك، فما ينفعش تحط لنا ماتشات صعبه. حط لي الماتشات اللي اقدر الم بيها النقط، وبعد كده يبقى حط لنا بقى الاسيوطي، حط لنا الزمالك، حط لنا اي ماتش تاني. ايوه كده دلعنا وخد بالك مننا. ان شاء الله يوم الاثنين عندنا الجيش. شوف بقى انت هترتب او هتجيب ايه مكان ايه، حاول كده ايه تدلعنا. نيجي بقى لفيلم رعب الفرص الضايعه. ده فيلم رعب. انت النادي الاهلي خلال شوط اول كامل انت مسدد 18 تسديده على المرمى، 2-0 بس. فكك من المنظر اللي الاهلي كان عليه. انت ماسك كوره، انت مسيطر، انت مستحوذ، في لا مركزيه، في يعني شكل النادي الاهلي في الملعب لا يطمن. ليه بقى؟ لان انت بتلعب مع الداخليه. مع احترامنا الكامل للداخليه، الداخليه خط، مش هقول لك خط دفاعه، هو منظومه الدفاع في نادي الداخليه في الضياع، في الطراوه. اللعيبه مش عارفه اساسيات اصلا ان انت تبقى سيرد باك. مش عارفه اساسيات ان انت ازاي تقف اصلا. انت مدافع يا حبيبي، فاقف ازاي؟ هم مش عارفين يقفوا صح. فانت متخيل؟ فانا محتار، مش عارف هل اداء الاهلي فعلا بدا يرجع وبدا النادي الاهلي يلعب كورته، ولا في ماتش الداخليه مسهل الدنيا عليك، وقبله ماتش الجيش مش اقوى حاجه، مش احسن حاجه برضه، كان مسهل عليك الدنيا. فالواحد خايف ان ده يبقى فخ الفرق الصغيره اللي انت بتلعبها. مع احترامنا الكامل للداخليه، اللي خلاص الداخليه هبط يعني بنسبه 80%، هو هبط للدرجه الثانيه. فانت بتلاعب فريق يعني ملوش انياب. هي الكره الوحيده اللي راحت عليك وعكننت عليا هذا كره الهدف. انا مش قادر افهم يعني ازاي دي فريق ما شاطش عليك تسديده، هي تسديده الهدف. كل سنه وانت طيب. ففريق ما خضكش، فريق ما حاولش ان هو يبغت النادي الاهلي، فريق ما حاولش ان هو يغتت عليك، ما حتى وهو بيدافع غلط. فما مش قادر استوعب بصراحه حته ان الاهلي حلو او الاهلي وحش في ظل استمرار الفرص الضايعه، في ظل ما عبد القادر هو والجول وبيطلعها بره، في ظل ما امام عاشور انا اسف بيتدلع، في ظل ما كولر لسه مصر يعند ولسه مصر ان هو لا ولا صح. يا عم انت كسبان 3-0 والدنيا حلوه، خلاص الدقيقه 70 ليه؟ ليه انا قاعد التبديلات للدقيقه 70؟ ابتدي بقى انزل من الدقيقه 60، من الدقيقه 55 ابتدي انزل. كده الماتش يبقى واضح والماتش باين قوي خلاص ان انت راكب الجيم من الاول. خلاص انت مسيطر ومستحوذ وعامل كل حاجه في الملعب. مفيش لاعب يا عم في الاهلي وحش. محمد هاني كان من نجوم المباراه النهارده. انا مش عايز اقول نجم المباراه لان الماتش مش بالحجم اللي هو انت تقول ده نجم المباراه او ده كان افضل لاعب. كلهم ادوا، كلهم لعبوا، كلهم ظهروا بمستوى كويس، بغض النظر عن عبد القادر، بغض النظر عن رضا سليم اللي انا مش عارف ده، مش قادر افهمك. اجنبي انجليزي هندوراسي مش عارف، مش قادر افهم. فظل ما انت كسبان يا عم كولر والدنيا مريحه معاك، ابتدي اشوف بقى الناس اللي عندي قفشه ورضا وعمر كمال تبديلات جميله. ليه في الدقيقه 70؟ ليه انا اقعد الدقيقه 70؟ فقبل كده ممكن عادي والله العظيم. ومن اللعيبه اللي لازم تديها حقها وسام ابو علي. وسام ابو علي من اللعيبه اللي المفروض تديها حقها. مهاجم يا جماعه، سيبك من ماتش النهارده، هو الموضوع مش ماتش النهارده. وسام ابو علي مهاجم النادي الاهلي. فاكرين كولر ما كانش مقتنع بمين وكان بيلعب موديست على حساب مين؟ على حساب وسام ابو علي. انت متخيل؟ انا من وجهه نظري والله العظيم كولر لا يرتقي ان هو يكون مدرب للنادي الاهلي. تشوف بقى انت تقتنع ما تقتنعش، دي وجهه نظر انا. مدرب يعني معلش، مدرب رؤيته في الملعب متاخره، مدرب ما عندوش حلول. اللي هو انا خسران مثلا او انا متعادل ومحتاج اكسب، ما عندوش حلول في الملعب والله العظيم. هو بيرتب المباراه على حسب ما هتيجي معاه. قدرت تسجل في الاول خير وبركه، ما قدرتش ادينا هنعك لحد ما ربك يسهلها. فمدرب فكره على قده فعلا. قليل قوي ان هو يمسك نادي بحجم النادي الاهلي. كريستو وديانج دول قاعدين بره ليه؟ ليه ما قعدهم لحد الدقيقه 1؟ طب انت بتموت اللعيبه. طب هل السوليه افضل من ديانج؟ ما انا برضو عايز افهمها. لان ببساطه الموضوع ملوش علاقه لا بروتيشن ولا بتغيير لعيبه ولا انا بحاول احافظ على لياقه اللعيبه. انت حته الحب والكره عند كولر واضحه جدا، وللاسف هتدمر النادي الاهلي لو ما فيش اي تدخل من اداره النادي الاهلي او من اداره الكره في النادي الاهلي تتدخل في الموقف ده او تتدخل في حاجه زي كده. ما ينفعش انا مدير فني يبقى عندي 15 لاعب بس او 16 لاعب هم اللي بعول عليهم، والباقي بقى هو حظك. لما تزنق في اصابه، لما تزنق مش عارف في هو لعيب موقوف، لما تزنق بسبب عند مدرب. انت النهارده بتلعب الداخليه، الماتش اللي فات كنت بتلعب الجيش، الماتش الجاي هتلعب الجيش، فماتشات كلها في المتناول. ربنا يبارك له الحاج عامر حسين. فلما تيجي تلعب بيراميدز الوضع هيبقى ايه؟ الدنيا هتبقى ايه؟ هل بيراميدز هتوصل ب 18 تسديده في شوط واحد؟ مستحيل.
مستحيل وما تقنعنيش. انت خارج الشوط الاول كسبان 2-0، بس لا انا الشوط انا اخرج منه 4-0 5-0 مرتاح. مباراه كمجمل اخرج 6-7-0 مرتاح. مباراه كمجمل كان المفروض اشوف لعيبه من بدري. مش بنتقد او بهاجم، فوز مهم طبعا وفوز كبير وفوز شكله حلو للنادي الاهلي ومعنويا حلو للعيبه، كلام جميل. بس حته عند المدرب بصراحه دي حاجه انا مش قادر افهمها، في ظل ما اداره الاهلي ساكته، في ظل ما اداره او لجنه الكوره في الاهلي مترمخه على الموضوع والدنيا معديه عادي. في النهايه فوز مهم للنادي الاهلي، 3 بونت مهمين، نتمنى الاستمراريه على الاداء، ما اتمناش ان ده يكون ضعف المنافس فمخلي شكلك حلو، لا اتمنى ان فعلا التيم يبتدي يفوق، كولر يبتدي يفوق ويفوق اللعيبه معاه، ويبقى ده الاداء فعلا اللي انا مستنيه للنادي الاهلي. وبالتوفيق للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. سلام.